الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده باذن الله هنحل امتحان متوقع على ماده التربيه الدينيه الاسلاميه للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني اختبارات شهر ابريل. ويلا بينا نشوف عندنا هنا السؤال الاول. اقرا ثم اجب. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. طيب، تعال نشوف الأسئلة. ألف: تخيل معنى العسر: القوة، الشدة، الراحة. حاجة عسيرة، يعني حاجة حاجة فيها الشدة، يبقى معنى العسر الشدة. رقم ب: أكمل. شهر رمضان له خصوصية حيث نزل فيه نقط وفرض نقط أيام. طيب، شهر رمضان نزل فيه نزل فيه القرآن. نزل فيه القرآن وفرض وفرض صيام أيام. طيب، رقم ج: ما حكم التنوين في قوله على سفر فعدة؟ حكم التنوين هنا حكم التنوين هنا إخفاء. إخفاء. على سفر فعدة. طيب، تعال نشوف اللي بعده. السؤال الثاني: ألف: الغاشية اسم من أسماء يوم الجمعة، العيد، القيام. الغاشية في سورة اسمها سورة الغاشية. الغاشية دي يا مس اسم من أسماء طبعا يوم القيامة. رقم ب: العمل نقط هو الذي يوافق ما نقص الله به تعالى ورسوله. طيب، العمل العمل المشروع. العمل المشروع هو الذي يوافق ما أمر الله تعالى به ورسوله. ما أمر الله تعالى به ورسوله. طيب، رقم ج: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير صحيحة. رقم واحد: البخل من صور شكر النعمة. طبعا غلط. ليه؟ لأن الكرم هو من صور شكر النعم اللي ربنا أنعم بها علينا. رقم اتنين: النعم الباطنة لا نراها بعيوننا ولكن نشعر بها في قلوبنا. طبعا صح. زي مثلا زي مثلا الكلية، نعم باطنية، يعني جوه جسم الإنسان. احنا ما احناش شايفينها بعيوننا، لكن أهميتها نشعر بها، اللي هي بتصفي السموم من الجسم. بدون الكلية بتتوقف أجهزة الجسم. الواحد مثلا ما بيعرفش، أعزكم الله، ما بيعرفش يروح الحمام، بيتعب جامد، فلازم غسيل كلوي. يعني شفانا الله وإياكم جميعا. وفي نعم مثلا زي نعم الستر احنا مش بنشوفه بعينينا لكن بنحس بيه. الأمان، الصحة، التعليم، دي حاجات مش بنشوفها بعيوننا بس بنشعر بيها. رقم ثلاثة: الصدقة سنة وليست ركنا من أركان الإسلام. طبعا صح. يبقى الزكاة ركن من أركان الإسلام إنما الصدقة سنة. يبقى نفرق ما بين الصدقة سنة لكن الزكاة فرض أو ركن من أركان الإسلام. السؤال الثالث: اقرأ ثم أجب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشي إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. طيب، ألف: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير صحيحة. رقم واحد: للصلاة في المسجد ده فضل كبير. طبعا صح. يبقى الصلاة في المسجد له طبعا فضل كبير. طيب، رقم اتنين: من آداب المسجد صلاة ركعة تحية المسجد. طبعا طبعا غلط. من آداب المسجد؟ يبقى عندنا هنا من آداب المسجد صلاة ركعة تحية المسجد، هي العبارة عندنا هنا غلط. ليه؟ لأن من آداب المسجد صلاة ركعتين تحية المسجد مش ركعة. احنا بنصلي بركعتين. يبقى احنا ندخل المسجد بقدمنا اليمنى لكن بنصلي ركعتين تحية المسجد. طيب، ونشوف اللي بعده. غلط ازاي؟ ب: اكمل. من مباحات الصوم نقط مع الحرص على عدم دخول الماء في نقط. من مباحات الصوم من مباحات الصوم مثلا
احنا ممكن نقول السباحة، ممكن تقول المضمضة. مع الحرص عدم دخول الماء في الايه في الجوف، بس من مباحات الصوم هنقول مضمضة، المضمضة. مع الحرص على عدم دخول الماء في الايه في الجوف. وممكن نقول السباحة مع الحرص على عدم دخول الماء فين في الجوف. السؤال الرابع والأخير: ألف، ما هي مبطلات الصوم؟ إيه هي مبطلات الصوم؟ مبطلات الصوم الأكل والشرب عمدا أو القيء عمدا. أنا مثلا حطيت إيدي في بقي عشان أرجع غصب عني، كده أنا فطرت. إنما لو واحد رجع غصب عنه، يعني ما كانش مثلا بلع حاجة واقف في زوره، بس ما رجع، ما هوش غصب عنه، ما هوش بإرادته، يبقى كده صومه صحيح. لكن من مبطلات الصوم الأكل والشرب عمدا أو القيء عمدا. الأكل الأكل والشرب عمدا أو القيء عمدا، أو القيء عمدا. طيب، ب، تخير الصواب: من يصلي بالناس في الصلاة؟ المأمور، الإمام، المأموم. اللي بيقف جماعة بالناس اللي هو مين؟ طبعا الإمام. طيب، اللي بيصلي ورا الإمام مين؟ المأموم. طيب يا مس، عندنا هنا رقم ج، ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير صحيحة. يجوز إمامة المرأة للنساء؟ طبعا صح. يبقى المرأة ممكن تؤم بالنساء، لكن ما تؤمش بالرجال. رقم 2: من آداب المسجد الدخول بالقدم اليسرى؟ لا، من آداب المسجد دخول المسجد بالقدم الايه بالقدم اليمنى. كده نكون خلصنا، وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل بكل الاختبارات مع المواد، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا يصبرهم وينجيهم وينصرهم. وكمان ما تنسوش تدعوا نفسكم عشان الامتحانات ان ربنا يوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.